في البداية لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. فيلمنا بيبدأ النهاردة مع طفل صغير في الإصلاحية، وكان في خناقة كبيرة بين الأطفال، والطفل ده ضرب زميله لحد ما وشه قلب خريطة، وبتيجي الحراس وبتفض الخناقة وبياخدوا الطفل يحطوه في السجن الانفرادي. وبتجيله واحدة تزوره اسمها ماري آن وبتسأله عن اسمه، فقالها أندونيس وبنعرف انه يتيم. بعدين ماري بتقوله ان ابوه اسمه أبولو جريد وهو ملاكم أسطوري بس مات قبل ما يشوفك، وهي بتكون واحدة من زوجاته مرة واحدة. مسيطر أوي الراجل ده. المهم بنعرف ان هي اللي هتربيه مكان امه اللي ماتت. وبعدين بنشوف ان الاحداث انتقلت ل15 سنة قدام، وبنشوف أندونيس كبر وبقى ملاكم بس في اول مشواره لسه، وبيبدأ اول قتال ليه وكان بيلعب ملاكم باين عليه انه جامد بس على مين. أندونيس فضل يضرب فيه يمين وشمال وفوق وتحت لحد اما فاز. وبعدين بنشوف ان أندونيس موظف بيروح الشغل الصبح بس قرر يستقيل ويكمل في الحاجة اللي بيحبها وهي الملاكمة. وبيرجع البيت وبيتعشى مع ماري وبيدخل اوضته وبيتفرج على فيديوهات قديمة لأبوه وفضل يتمرن ويقلد حركات أبوه. وبعدين بيقرر يروح لمدرب ملاكمة يدربه، بس المدرب بيرفض علشان أبوه مات بسبب الملاكمة في الحلبة. بس هو ما بيسمعش كلامه وبيدخل الحلبة ويراهن على عربيته قصاد أي حد موجود. وبيدخل له ملاكم محترف بيقول له انت عامل دوشة ليه يا نجم تعالى. وقبل ما يخلص كلامه أندونيس خلص عليه بضربتين. كان بيقول لك دوشة قالت دي وخد على عينه. بيقول أندونيس ان مفيش حد هيهزمه. وبيظهر واحد اسمه داني وده ملاكم محترف وقوي وبيلقبوه بالجبل، وبيدخل يقاتل أندونيس وكان باين فرق المستوى بينهم، واداله داني ضربة قاضية وفاز. واليوم التاني أندونيس قعد مع ماري وقال لها ان هو هيسافر لمدينة معينة كده علشان يتدرب مع روكي، وماري رفضت لان ابوه مات بسبب الملاكمة وهي خايفة عليه. فقال لها ان هو بيحب الملاكمة ومش هيتخلى عنها وان حلمه يكون بطل العالم. وبيسافر وبيروح المطعم بتاع روكي، ولما وصل أندونيس طلب منه يدربه وقال له ان هو ابن أبولو جريد، فرفض روكي لان ابوه مات بسبب الملاكمة. تقريبا كده الفيلم كله خايف على عم أندونيس. المهم أندونيس بيقول له ان هو هيفضل ورا حلمه ومش هيبطل ملاكمة، وبيشترك في نادي ملاكمة علشان يطور نفسه. بس بيرجع تاني لروكي وبيفضل يزن عليه علشان يدربه. فقلب روكي بيحن وبيساعده ويقول له على شوية تدريبات هتخليه يعلي من مستواه. ففرح أندونيس وبيروح يتدرب عليهم، وبيروح يأجر بيت وبيتعرف على بنت جارته في المكان واسمها بيانكا بتطلع مغنية. مع الوقت بيبدأوا ينجذبوا لبعض، وشكل السنارة هتغمز ولا ايه يا أندونيس. المهم بيروح روكي المقابر يزور مراته وبولي اللي بيكون صديقه واخو مراته، وبنعرف ان ابنه مسافر بره يشتغل. وبعدين قعد يفكر وقرر يساعد أندونيس ان هو يوصل لحلمه ويكون بطل العالم. فبيروح له النادي اللي بيتدرب فيه ويقول له انا قررت ادربك واطلع عينك بس تسمع كلامي وتصحصح معايا في التدريب. وبيفرح أندونيس علشان هيتدرب تحت ايد ملاكم اسطوري. وبيبدأ التمرين من تاني يوم وبنشوفه بيخليه يجري وينط الحبل، مش عارف ده تدريب ولا بيذله ولا ايه. المهم بيعلمه كل اللي يعرفه عن الملاكمة والقتال، وبيعلى مع الوقت مستوى أندونيس بسرعة وبقى عنده قدرة تحمل وسريع، بقى مقاتل محترف بسبب تدريبات ونصايح روكي. وفي يوم في النادي وهما بيتدربوا في مدرب اتحدى أندونيس لقتال احترافي ضد اللاعب بتاعه، فبيوافقوا. وبعدين أندونيس بيسيب البيت اللي مأجره وبيروح يعيش مع روكي علشان يكثفوا التدريب كل يوم علشان يبقى جاهز لأول قتال ليه وهو محترف. وبياخدوا روكي الصبح النادي في مكان فقير، وبيقابل هناك مدربين كبار محترفين هيتدرب معاهم ويعلي من مستواه اكتر. وبيبدأ التدريب بحماس وجهد كبير لانه عايز يفوز في اول قتال ليه ويثبت للكل ان هو بقى ملاكم محترف وياخد خطوة في مشوار حلمه. وفي وقت قصير أندونيس بقى وحش في القتال وزادت لياقته وقوته وبقى جاهز للقتال. وبيروح الحلبة اللي فيها اول قتال رسمي ليه، وقبل القتال بياخد شوية نصايح وتشجيع من روكي. وبتبدأ المباراة وكانوا متعادلين في الاول تقريبا ومتساويين في القوة، بس بيسيطر الملاكم التاني بعدين وبيفضل يضرب أندونيس. وبتنتهي الجولة الأولى وبيحفزوا روكي علشان يكمل بحماس. وبتبدأ الجولة التانية وبيستخدم أندونيس تكتيكات روكي في القتال وبيفضل يضرب فيه وبيديله ضربة قاضية وبيفوز في أول قتال احترافي، وكل اللي حواليه بيفرحوا بيه. وبيروح البيت تعبانين. وتاني يوم وهم بيعملوا الفطار بيانكا قالت لأندونيس إن كل الناس عرفت إنك ابن الملاكم الأسطوري أبولو جريد وإن الأخبار بتتكلم عنك. بعدين بنروح لريكي واللي بيكون بطل العالم للوزن التقيل في الملاكمة، ومدير أعماله قال له إنك هتلاعب أندونيس بعد ما شاف الجرايد والأخبار بتتكلم عنه، ودي مصلحة حلوة نطلع منها فلوس لأن هو ابن الملاكم أبولو جريد واتشهر قوي. وبيتصل مدير الأعمال بروكي وطلب يقابلهم على
علشان يتفقوا على المباراة، فبيروحوا تاني يوم يقعدوا يتكلموا، ومدير الاعمال قال ان القتال هيبقى مختلف عن قتالك اللي فات، وان هو هيتعمل في حلبة ضخمة وفي جمهور كتير هيحضروا المباراة، ودي فرصة ليك علشان تتشهر اكتر. وكمان قال له ان هو هيدفع له 100,000 دولار، فبيوافقوا الاتنين. وبعدين روكي بيقول لأندونيس ان ريكي اقوى ملاكم في العالم ولازم تتدرب كويس للقتال وترفع راسنا كده. فتحمس أندونيس لانه لو فاز هيبقى يعتبر اقوى ملاكم ويحقق حلمه. وفي يوم وهما بيتدربوا روكي بيقع من طوله وشكله تعبان جامد، واندونيس بياخده للمستشفى بسرعة، والدكاترة بيعملوا الواجب وبيخف روكي بسرعة. والدكتورة قالت له انها خدت عينة دم تحللها، وبيخرجوا من المستشفى وبيرجعوا للتدريب، وبتجيله مكالمة من الدكتورة وبتقول له يجيلها، فبيروح لها وتقول له انك عندك مرض خطير بس لسه في مراحله الاولى وممكن يتعالج منه. بس روكي الجدع بيرفض وبيقول لها ان هو هيبقى جنب اندونيس في قتاله الجاي ومش هيسيبه لوحده. رجوله الراجل ده عليا النعمة. وبالصدفة بيكتشف أندونيس ان روكي مريض لما لقى ورق مبعوت من المستشفى، وراح طلب من روكي ان هو يتعالج علشان ممكن يموت. فبيرد روكي ويقول له انا وحيد فمش فارق معايا الموت. بعد ما بيحكي له عن مراته وصاحبه وابنه، وبيزعل أندونيس وبيمشي وبيروح يزور بيانكا، وبيكون في حفلة وبيتخانق مع واحد هناك وبيخلي وشه زي البالونة، وبسبب كده بيدخل السجن وبيطلع روكي بكفالة. وفضل يتكلم معاه بس أندونيس كان زعلان لانه عايزه يتعالج ومش عايزه يموت. وبعدين بيروح يفضفض لبيانكا ويقول لها على مرض روكي وان هو هيموت لو ما اتعالجش، بس بيانكا بترفض تتكلم معاه بسبب اللي عامله في حفلتها. وبيعيش أندونيس وحيد من غير روكي وبيانكا. وبعد كده بيقرر ان هو يصالحهم، فبيروح لروكي وبيعتذر له على تعامله معاه، بيطلب منه برضه ان هو لازم يتعالج لانه بيعتبره ابوه. وبيوافق روكي بس بشرط ان هو يتدرب كويس علشان قتاله الجاي. وبيروح روكي المستشفى وبيبدأ أندونيس تدريبه علشان يجهز نفسه للمباراة، وفضل يهتم بروكي وهو بيتعالج وبيتدرب برضه بشدة في نفس الوقت علشان يثبت ان هو ملاكم اسطوري زي ابوه في قتاله الجاي. وبنشوف أندونيس وهو بيجري في الشارع بيقابل شوية ناس على موتوسيكلات قعدوا يحفزوه للقتال، وده خلاه يتدرب اكتر ويدوس على نفسه اكتر. وبعدها بيقول له روكي انه خلاص بقى جاهز. وفي يوم المؤتمر الصحفي فضل ريكي يستفز أندونيس ويغلط فيه علشان يخوفه ويقلل من حماسه، وأندونيس اتعصب وكان هيمسكوا في بعض وبيتخانقوا بس بيهدوهم. وفي يوم القتال وفي غرفة تبديل الملابس أندونيس بتجيله هدية من الست اللي زي أمه ماري، ولما فتحها لقى شورت الملاكمة بتاع أبوه، وبيدخل الحلبة مع روكي وبيستعد للمباراة. وبيدخل ريكي بطريقة استعراضية ونار وحركات وليلة صايع برضه الواد ده. المهم بيجيله الجمهور وبيشجعوه، وبيقدم المذيع الداخلي الاتنين للجمهور، وبيبدأ القتال الحماسي. ومع أول جولة بنشوف سيطرة ريكي على القتال وعمال يضرب أندونيس جامد لحد ما تنتهي الجولة الأولى. وهنا روكي بيقول لأندونيس اللي وشه فاضله 5 ويقلب فرح يشد حيله كده ويفرحنا، وقال له دي فرصتك علشان تحقق حلمك وتثبت نفسك. فبيتحمس وبتبدأ الجولة التانية، ومع شوية ضربات متبادلة أندونيس بيدي ريكي ضربة مباشرة ووشه خليته يقع على الأرض. وهنا الجمهور بيستغرب ازاي واحد مبتدئ يوقع بطل عالم على الأرض. أحب أقول لكم إن اللي قدامكم ده كان بيتدرب على تقفيش الفراخ زمان، يعني مش حاجة قليلة. وبعدين القتال بيزداد حماس وقوة وسط تشجيع الجمهور، وبياخد أندونيس ضربة قوية خليته يقع على الأرض ويفقد الوعي سيكا، بس بيقوم من تاني. وفي استراحة بين الجولتين بنلاقي ان عين أندونيس ورمت وبقت مقفولة، وبيقرر يكمل بعين واحدة. وبتبدأ الجولة الأخيرة مع ضربات متتالية من الاتنين، وبيضرب أندونيس ريكي ضربة قوية توقعه على الأرض تاني، بس بيقوم قبل ما الحكم يعد 10. وهنا جرس الجولة الأخيرة بيضرب، وبيدخل روكي وبيانكا يطمنوا عليه، وراح له ريكي يحييه على مستواه والمباراة القوية دي. بس في الآخر بيفوز ريكي بالمباراة، وبيتكلم أندونيس وبيشكر روكي لأنه دربه، وماري علشان هي اللي ربته، وقال إن هو بيحب أبوه المتوفي. وبيخرج وسط تحية كبيرة من الجمهور. وتاني يوم بياخدوا روكي وبيروحوا متحف الفن، وقال له انت ليك مستقبل جامد في الملاكمة وهتوصل لحلمك. ومع فيكتور واللي بيكون ابن الملاكم المعتزل يفون دراجو، واللي بيصحى من النوم وبعدين بيروح هو وأبوه لحلبة ملاكمة علشان في مباراة لفيكتور، وبنشوفه هو بيقاتل بغشومية ومن غير رحمة وبيقضي على اللي قدامه. وبعدين بيروح لأندونيس واللي بيكون قدر ان هو يتأهل لبطولة العالم للملاكمة، وبنشوفه قبل المباراة النهائية مع المدرب بتاعه روكي، وبيديله شوية نصايح وبيفكره بحلمه
انه هيكون بطل العالم علشان يحمسه، وبتبدأ المباراة وكان بيقاتل ملاكم قوي، بس اندونيس كسب في الاخر بضربة قاضية وكده يكون بطل العالم للملاكمة للوزن التقيل. وبتدخل بيانكا مع مدربه روكي وبيحتفلوا بيه بطل عالم بقى. بعدين بنشوف ايفون وابنه بيقابلوا منظم قتالات امريكي اللي بيقولهم ان فيكتور هيقابل اندونيس وهينافسوا على بطولة العالم. وبنشوف روكي اللي افتكر مراته متوفية وصديقه، فيك الخير والله يا روكي يا اخويا. المهم راح يزور قبرهم وقعد يفضفض لزوجته ويقول لها ان ابنه سافر وسابه وحيد وان هو حزين ونفسه يرجع لايام زمان. وبعدين بيوصل فيكتور وابوه لامريكا علشان يجهزوا للمباراة، وبنعرف ان ايفون خصم من روكي زمان وهو مش بيحبه، وبيقول له ابنه يتدرب كويس علشان يكسب اندونيس واللقب. وبعد كده بيروح ايفون لمحل روكي يقابله، وبنعرف ان اللي قتل ابو اندونيس في الحلبة هو ايفون، وعلشان كده روكي قابله في مباراة وغلبه. وبيقول له ايفون انه بعد ما خسر منه حياته باظت ومراته سابته وسافر يعيش في اوكرانيا مع ابنه، وقال له ان ابنه هينتقم ليه وهيفوز على اندونيس وهياخد اللقب. بس روكي رفض ان اندونيس يقابل فيكتور علشان خايف عليه وما يحصلوش زي اللي حصل لابوه. وبعدين بنشوف اندونيس وهو بيتعشى مع مراته بيانكا في مطعم، وشاف ايفون وابنه على التلفزيون بيتحدوا على لقب بطل العالم، فبيتعصب لانه عارف ان ايفون هو اللي قتل ابوه، وانه لو فاز على ابنه هيبقى انتقم لابوه وممكن يرتاح شويه. وبيروح اندونيس لروكي ويقول له ان هو موافق على المباراه وعايز يقابل فيكتور، بس روكي بيقول له بخوف عليه ان هو مش موافق لان هما ما عندهمش رحمه في القتال وممكن يأذوك او يموتوك في الحلبة، وان هو مش مرغوم على القتال وهو كده بطل العالم. بس اندونيس بيصر ان هو ينتقم، وروكي بيقول له ان هو هيسيبه ومش هيدربه تاني لو دخل المباراة ديت. وبعدين بيمشي وبيروح اندونيس هو وزوجته يزور ماري. هما بيتعشوا، بتطلب ماري من بيانكا تعمل اختبار حمل لانها حاسة ان هي حامل، وفعلا بتعمله وبتطلع حامل. الله على توقعاتك يا حاج. وبكده اندونيس هتزيد مسؤولياته ولازم ياخد باله على نفسه في قتالاته علشان ابنه. وبعدين بيروح يقول لماري ان هو هيقبل قتاله ضد فيكتور، بس برضه ماري بترفض لانه ممكن يموت زي ابوه. بس اندونيس دماغه ناشفة وفضل عند رغبته. وبنشوف بعدها اندونيس بيقابل المدرب المشهور ديليف وطلب منه يدربه علشان قتاله ضد فيكتور، بس ديليف حذره من فيكتور وقال له ان ابوه مدربه بطريقة قاسية جدا وهو ملاكم شرس ما بيرحمش. بس اندونيس لا اتهزم ولا خاف وبدأ يتدرب جامد وبطريقة تزوده لياقته وقوته. وفي نفس الوقت بنشوف فيكتور بيتمرن بشكل مخيف وقوي. وبعد كده تنظم الماتش، وقبل الماتش اندونيس وفيكتور وزنوا نفسهم، واول ما اندونيس شاف ايفون اتعصب وكان هيضربه بس لحقوه. وفي يوم المباراة بتحضر جماهير كتيرة، وبنشوف ان ايفون وابنه مكروهين من الجمهور ومحدش بيهتف ليهم، وبيدخل اندونيس وسط تشجيع جامد من الجمهور وبيبدأ القتال بينهم واللي بيكون متوازن بين الاتنين في الاول. بس بعد كده بيسيطر فيكتور وبيفضل يضرب في اندونيس بشكل غبي يعني، وبيضرب جرس الجولة الاولى وبينقذ اندونيس من ايد فيكتور. وبعدين مدرب اندونيس اداله شوية نصايح وطلب منه يرجع يسيطر على الماتش تاني. وفي نفس الوقت ايفون بيطلب من ابنه ما يسيبش حتة في اندونيس سليمة ويخرجه ميت من هنا. وبتبدأ الجولة التانية وبيمسك فيكتور اندونيس وبينزل فيه ضرب لدرجة ان هو كسر ضلوعه. لا خنزير يعني مفيش كلام. المهم بيستمر الكلام ده لحد الجولة التالتة، وفيكتور بيضرب اندونيس ضربة قوية في ضلوعه وهو على الارض، ودي مخالفة ادت الى استبعاده، وبيقع اندونيس ويفقد الوعي بعد ما تقريبا كل حتة في جسمه اتهرت ضرب، وبيروح المستشفى قبل ما يحصل له مضاعفات. وبعدين بيزوروا روكي يطمن عليه، بس بيقول له اندونيس ده كله حصل لي علشان سبتني يا كبير واتبهدلت جامد علشان مرضتش تدربني. فبيمشي ويسيبه، وبتجيله بيانكا تهديه وبتهون عليه. وبعد ما خلص علاج خرج من المستشفى وسط هجوم الصحافة لانه ما قدرش يعمل حاجة قدام فيكتور، وبيروح لبيته وبيمر بفترة عصيبة وغضب وحزن بسبب اللي حصل له في المباراة وان كل جسمه اتبهدل. وفضل يتابع مباريات فيكتور ومستني الوقت المناسب علشان يلعبه تاني علشان يرد كرامته، بس بسبب اللي حصل له ثقته اتهزت وبقى عنده خوف من القتال وبقى بيتهرب من التدريب مع المدرب ديليف. وبعدين بيانكا بتبعت لروكي رسالة وبتقول له انها خلاص قربت تولد، فراح لبيت اندونيس يبارك له. بس اندونيس كان زعلان منه لانه اتخلى عنه وما وقفش جنبه ودربه علشان قتاله ضد فيكتور. بس روكي قعد يبرر ويشرح له هو عمل كده ليه، وبيقول له اندونيس انه بقى عنده خوف وثقته اهتزت
بس روكي بيقوله ما تقلقش، الكلام ده هيروح مع الوقت وهترجع احسن من الاول يا بطل. وبيتصالحوا في الاخر وبيضحكوا، وبعدين بيروحوا سوا المستشفى علشان الولادة، وبتكون المولودة بنت وبيفرح بيها اندونيس وبيسميها إمارة. وبعدين بنشوفه في يوم من الايام شايل بنته وهي بتعيط ومش عارف يسكتها ولا ينيمها، وبعدين بياخدها معاه نادي الملاكمة وفضل يتدرب وهي جنبه بتتفرج عليه. وبنشوف كمان بترجع ثقته في نفسه تاني وتشجع وزادت مشاعره، وقال ان هو لازم يقاتل ويتدرب بكل قوته علشان مراته وبنته. وقرر كمان ان هو يشد حيله ويرجع ينتقم من ايفون وابنه الخنزير. هو بصراحة الاتنين اوسخ من بعض. بعد كده اندونيس اتفق مع روكي ان هو هيرجع يدربه تاني ويجهزه للقتال الجاي ضد فيكتور اللي هينتقم فيه ليه وابوه. ومن تاني يوم روكي خدوا الصحراء علشان يزود من صعوبة التدريب ويزيد من قوته بسرعة، وبيوصلوا لمقر تدريب وسط صحراء مليانة مقاتلين ومعدات قديمة. وبيبدأ اندونيس التدريب تحت الشمس، وتدريباته كانت اصعب من الاول ومرهقة، بس دايما كان بيحفزه وبيفكره بهدفه وانتقامه، وما كانش بيوقف تدريب ولا بيشتكي ابدا علشان يقدر على فيكتور ويهزمه. ومن شدة التدريبات في يوم وهو بيجري وقع على الارض وجاب اخره، بس كلم بيانكا وبنته وده حفزه ورجع له شغفه ورجع للتدريب باصرار اكبر، وبيدوس على نفسه اكتر في التدريب ليل ونهار. وبعد فترة تدريب كويسة بقى خلاص قادر على مواجهة فيكتور بدون اي عقبات، وان المرة دي هيقدر يفوز عليه. وبيتنظم القتال في عاصمة روسيا موسكو، وبتحضر جماهير كتيرة كالمعتاد. وبيدخل فيكتور وايفون الاول، بس المرة دي وسط تشجيع وتحية من الجمهور. وبيدخل بعدين اندونيس مع مدربه روكي ومراته بيانكا، هو في كامل تركيزه في الفوز والانتقام على فيكتور. وبعد ما بيدخلوا الاتنين الحلبة بيبان عليهم التحدي وان هما يطحنوا بعض، وبيبدأ الماتش على لقب بطل العالم للملاكمة. وفي الاول الاتنين كانوا متعادلين برضو، بس اندونيس كان بيقاتل بشكل ومستوى مختلف عن المرة الاولى. وبتخلص الجولة الاولى من غير ما يتصاب اندونيس، وبيطلب ايفون من فيكتور يركز على ضلوع اندونيس علشان اكيد لسه فيها اثار للاصابة بتاعته من المرة اللي فاتت، وده هيضعفه في القتال. ومع بداية الجولة التانية بيدخل فيكتور بقوة، ما كانش مدي الاندونيس فرصة وركز على ضلوعه لحد ما ضربه ضربة قوية في الضلوع. وبيستحمل اندونيس لحد نهاية الجولة، وبيقول له روكي ان فيكتور هيفضل مركز على ضلوعك، هو ده لعبه الغير اخلاقي، فحاول تحميه على قد ما تقدر. وبتبدأ الجولة التالتة وبيكمل فيكتور هجومه بغشومية، وبيحاول اندونيس يدافع بس بياخد ضربة قاضية وبيقع على الارض. ايه يا اسطى اجمد كده شوية، انت المفروض جاي تنتقم مش كده يعني. المهم اندونيس بيدوس على نفسه وبيقول ان هو لازم يفوز علشان بنته ومراته. ومع الوقت بيتحول القتال بشكل كبير لصالح اندونيس، وبيطلع كل قوته ويرجع امجاده، بيفضل يضرب فيه شمال ويمين لحد ما اداله ضربة قاضية وقعته على الارض. ايوه كده يا عم بقى. بس فيكتور بيقوم تاني وهو دايخ شوية، وبيطلع اندونيس غله في القتال ومش بيدي فيكتور فرصة يبصله حتى لحد ما وقعه تاني. بس المرة دي بيقوم بالعافية وخلاص جاب اخره، بس اندونيس مرحمهوش وكمل. وده خلى ايفون يرفع الراية البيضة وينسحب من القتال علشان خايف على ابنه يموت. وكده اندونيس رجع حقه وانتقم لابوه بفوزه. وبنشوف روكي وهو بيقول له ان هو قد ايه فخور بيه. وبعد احتفالات كتير بفوزه بيروح اندونيس تاني يوم لقبر والده وقال له على انتقامه ليه من ايفون وابنه، وقدم له بنته ومراته وقال له قد ايه هو فرحان. وبيروح روكي لابنه المسافر يزوره، وبيشوف حفيده الصغير وبيفرح بيه قوي. بيقابل كمان ابنه اللي فرح بزيارته وبيقول له قد ايه كان عايز يكلمه. وبكده ينتهي فيلمنا النهارده. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش بلايك وشير للقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. تابع صفحه الفيسبوك واعمل لي فولو على انستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناه اسرع فيلم، منتظر رايكم في التعليقات. مع السلامه.